One latte for Sarah to go. ايه ده؟ لأ، انا كنت طالبة شاي باللبن. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست لاتيه، البودكاست اللي بتعملها رائدات الاعمال لرائدات الاعمال اللي شبهها. انا الهوست بتاعتك سارة القاهري، وفي البودكاست ديت احنا بنؤمن ان انتي لما بتطلبي من الحياة شاي باللبن الحياة بتديكي لاتيه. في البودكاست ديت احنا نتكلم على الجانب المظلم لريادة الأعمال، الضغط النفسي، التحديات اللي انتي بتمري بيها، الليالي الطويلة والفشل اللي انتي لازم تمري بيه علشان تقدري ان انتي تنجحي، وهو دوت اللاتيه. بنتكلم على الحقيقة ورا ريادة الأعمال من كل حاجة فيها من تحديات وانتصارات. النهاردة الابيسود بتاعنا ممكن تكون هي من أهم الابيسودز. احنا وصلنا لخلاص نص السيزن بتاعنا، فاضل لنا كام ابيسود وهنخلص سيزن 1 في البودكاست. فممكن نقول ان احنا النهارده الابيسود بتاعتنا بتلم كده كل حاجه على بعضها. قبل بقى ما نبتدي ونخش في الابيسود، نبتدي بال10 seconds بتاعتي. ال10 seconds بتاعتي ان انا لسه عامله الفوتوشوت مع وليد. انا obviously في الساحل زي ما انتي شايفه السيت اب العظيمه. احنا البودكاست دي عباره عن ان احنا قاعدين بنجرب حاجات مختلفه. لو انتي بتتفرجي عليا بالفيديو هتلاقي معلش ان الكاميرا شيكي شويه علشان انا ما جبتش معايا ترايبود، فاختي الغلبانه واقفه ماسكه الكاميرا، يعني البنت يا حرام ظهرها هيتقطم معانا النهارده بس. فهنشوف هتفضل قاعده معانا قد ايه. عملت شوت للبودكاست مع وليد وبجد كانت تحفه. كنت تعبانه جدا اصلا، كنت لسه جايه من السفر. رحت على الاستوديو صورنا فوتوشوت، قعدنا 4 ساعات كده بنصور، بجد تحفه. الصور طلعت حلوه قوي. فاحنا اوفيشلي هنخش بقى دلوقتي، التيم هيخش وهيغير كل الكفرز بتاعت كل حاجه بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطه. فهي ديت ال10 seconds بتاعتي. يلا بينا بقى نبتدي. عايزاكي تسالي نفسك، انتي كام مرة بصيتي على براند تانية ابتدت معاكي بس كبرت وبقت احسن من البراند بتاعتك؟ كلنا عملنا كده، يعني دي حاجة كلنا احنا عملناها. انتي لما بتكوني على السوشيال ميديا انتي كأنك بتمري او بتقلبي في الكتالوج بتاع احسن لحظات للناس اللي هي بتتفرج عليها. يعني ايه؟ فدوت بيكون ليه؟ دوت بيكون علشان انا قاعدة بتفرج على احلى لحظات في حياة الناس عامة، وببتدي ان انا بقارن نفسي بيهم. فانتي بتبتدي ان انتي تشوفي ان براند ابتدت معاكي، والبراند ديت ابتدت من الاول، والبراند ديت فظيعة وطلعت وانتي لسه مكانك. الحاجة الوحشة في المقارنة ان احنا معظم الوقت بنقارن لبره مش بنقارن لجوه. يعني هتلاقي قليل قوي ان انتي بتبصي على نفسك وبتقولي ياه ده انا كنت فين من سنة وبقيت فين من السنة دي. ما بنعملش كده، على طول بنقارن بالحد اللي قدامنا. واحنا في سايكولوجي في نوعين من المقارنة، الاكسترنال اللي بره، عندك كومباريزن لفوق، بقارن بحد احسن مني وبقارن بحد اوحش مني، حد مش بيعمل كويس زيي. فمثلا ممكن يكون حد معاه فلوس اقل مني، حد عنده طبقة اجتماعية اقل مني، حد بيشتغل شغلانة مش زي اللي انا بشتغلها مثلا. ممكن يكون حد انا بالنسبة لي هو شكله وحش وانا شكلي حلو. ممكن تكون اي حاجة في العالم، بس انا سايكولوجيكلي بحب ان انا لما هاجي هبص على الشخص اقول الشخص دوت انا احسن منه، علشان الايجو بتاعي يحس ان انا عظيمة الحمد لله وان انا احسن من حد. فاحنا لما بيبقى فيه عندنا كومباريزن، بقارن ما بين انا وشخص تاني، البراند بتاعتي وبراند تانية، ببقى قادر ان انا ببص على براند تانية اقول بصي بقى دول وصلوا لفين والله وانا فاشلة او بقارن ببراند تانية اقول هم لسه هناك وانا هنا انا عظيمه. طيب احنا ليه اصلا بيحصل السنس بتاع الكومباريزن ده؟ الكومباريزن لما يبقى داونورد، ان انا ببص من مناخيري كده على حد واقول ايه وانتوا لسه هناك وانا هنا، بيكون علشان كذا حاجه. اول حاجه الليميتد ريسورسز. احنا عايشين للاسف الشديد في كوكب عنده ريسورسز لا نهائيه. يعني انت تقدري ان انت تزرعي اكل يكفي الناس كلها، تقدري ان انت تعملي حاجات كتيره جدا جدا جدا. بس المشكله ايه؟ المشكله ان احنا بنحب ان احنا نحوش الريسورسز لينا احنا عشان احس ان انا غنيه، وفي ناس ما بتاخدش خالص. فاحنا عندنا ليميتد ريسورسز موجوده في العالم اللي احنا فيه. فاحنا لما بنكون عندنا ريسورسز كتيره بنحس بسنس اوف سيفتي، بنحس بالامان ان انا معايا فلوس كتير، ان انا معايا مثلا كونكشنز كتير وهكذا، عشان تحسي انت تقدري تعملي حاجه بالشغل ده. الحاجه التانية ان السوق كمان كومبيتيتيف جدا. فانت لما تيجي تبصي على السوق بتبقي شايفه ان انت داخله بتنافسي كل الناس حواليكي. زمان مثلا
مثلا كان ايام اهالينا مثلا يخشوا الكليه ويشتغلوا شغلانه عاديه خالص وعادي وتبقى الحياه ماشيه بسيطه جدا. دلوقتي ما فيش كده. انت لو عايزه تاخدي شغلانه كويسه، لو عايزه البيزنس بتاعك ينجح، بتتعبي ولازم تبقي مختلفه خالص عن اللي موجودين في الماركت عشان تقدري ان انت تطلعي حاجه مختلفه. فطبعا السوق بقى كومبيتيتيف جدا جدا جدا، فاجان احساسنا احنا بالامان بيختلف. واخر حاجه كمان ان احنا كل حد فينا رزقه مختلف، كل حد فينا عنده resources مختلفة وopportunities مختلفة في حياته. فأنا ممكن أكون إن أنا مثلا مولودة من عيلة غنية، وأنا برضو ممكن أكون مولودة من عيلة فقيرة for example. فلو أنا مولودة هنا عندي resources مختلفة عن لو أنا مش مولودة هنا. فديت كلها حاجات بتخلينا إن إحنا بنفكر إن إحنا عايزين نبقى أحسن من حد، علشان إحنا رابطين السلف وورث القيمة بتاعتنا بإننا productive، إن أنا أقدر إن أنا أنتج إيه، أطلع إيه، أعمل إيه بكل الحاجات اللي جوايا دي. طيب أنا ليه بقولك الكلام ده؟ مش بقولك الكلام ده عشان تحسي بالذنب وتحسي انتي شخص وحش، ان انتي فكرتي ان مثلا براند مش شغالة ولقيتي نفسك مش مبسوطة كده من جوه ان البراند فشلت. لا، احنا مش بنعمل كده. انا بقولك كده عشان انا عايزاكي ان انتي تشوفي قيمتك كإنسانة. انتي كإنسانة الفاليو بتاعتك مش في البرودكتيفيتي بتاعتك، دي هي الحاجة اللي احنا محتاجين نعرفها. هو دوت الكور بتاعك، هو دوت الكور بتاع البودكاست. فانتي كإنسانة قيمتك مش في الحاجة اللي انتي بتطلعيها او اللي انتي بتنتجيها. وعلشان كده انا قلت ان النهاردة البودكاست بتاعت النهاردة هي اهم بودكاست انا عملتها، علشان احنا بنتكلم ان انتي لو عايزة يكون علاقتك مع السوشيال ميديا كويسة، لو عايزة ان انتي تكوني مع السوشيال ميديا مش بتقعدي عليها يجيلك كل النيجاتيف ايموشنز دي، لازم تبقي فاهمة ان انتي قيمتك كإنسانة مش بتيجي من البرودكتيفيتي بتاعتك. فبالتالي مش هتبتدي ان انتي تقارني البرودكتيفيتي بتاعت الناس التانية والحاجات اللي هم بيحققوها على السوشيال ميديا. الكتالوج بتاع النجاحات بتاعهم على السوشيال ميديا مش المفروض ان هو يأثر فيكي، علشان انتي السلف وورث بتاعك موجود من جوه. لو انتي بتحبي تقرأي سلف هيلب بوكس كتير قوي، هتلاقي ان الكتب كلها بتقعد تقولك الثقة في النفس كل الكلام العظيم ده. بس احنا كعرب احنا عندنا ايه الحاجة اللي احنا كلنا متعلمينها من واحنا صغيرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. بس كده احنا عندنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نتريق على حد علشان احنا مش عارفين الشخص دوت احسن مننا ولا لا. والحاجة الحلوة جدا في الموضوع دوت كمان ان انتي مهما عملتي كإنسانة في الدنيا دي، مهما حققتي ومهما وصلتي، انتي مش عارفة انتي هتخشي الجنة ولا النار. انتي مش عارفة الشخص اللي قدامك دوت هيخش فين. احنا مش من حقنا ان احنا اصلا نقول الشخص دوت داخل كذا، احنا مش عارفين ومش هنعرف، ودوت مش مكاننا ان احنا نحكم. لما انا ابقى عارفة كده هبقى عارفة ان انا السلف وورث بتاعي بيبقى ايه، مكانتي قدام ربنا بس كده، مش محتاجة حاجة تانية. واحنا كمان كبشر مولودين بopportunities مختلفة، كل حد مولود عنده حاجات مختلفة. فانتي ممكن انتي تكوني مثلا عندك ان انتي تتعلمي بسرعة، حد تاني يكون عنده ان هو مثلا بيعرف ان هو يفهم السوق بسرعة. كل حد بيكون عنده حاجة مختلفة في الماركت، او عنده حاجة هو طالع بيها وربنا خلقه بيها، ودي حاجة احنا مش بنتحكم فيها اصلا. فانا ليه بقولك ده؟ علشان احنا لما بنبقى شايفين السلف وورث بتاعنا، الفاليو بتاعتنا كبني ادمين، القيمة بتاعتنا كبني ادمين بتتربط بالبرودكتيفيتي واحنا نقدر ان احنا نحقق ايه، بلاقي ان انا عندي انا كإنسانة ايه، عندي انا فاليو من جوه ملهاش دعوة بأي حاجة. ودوت يوصلنا كده لحاجة تانية. انتي لو مثلا عندك حد بيساعدك في البيت او حد ماديا مش بيعمل نفس الفلوس اللي انتي بتعمليها، هل دوت معناه ان الشخص دوت لما يتوفى مثلا مش هيخش الجنة؟ لا، هو اصلا ممكن ان هي تبقى في الفردوس الاعلى واحنا اللهم عافينا يعني. فاحنا it's not our place again ان احنا نشوف قيمة الناس اللي حوالينا. البشر ما عندهمش الباور ان هم يقولوا الشخص دوت ايه هو قيمته. مش انا اللي بحدد قيمة البني ادمين، وبالتالي مش السوشيال ميديا هي اللي بتحدد قيمة البني ادمين اللي قدامي. فانا عايزاكي تسألي نفسك، انتي لما يبقى في اي اكاونت انتي عامله له فولو على السوشيال ميديا، عايزاكي تسألي انا ليه عامله فولو للاكاونت ده. تاني حاجة عايزاكي ان انتي تسألي نفسك فيها، انا حاسة بايه towards البراند دي او الاكاونت دوت، فانا عامله فولو للاكاونت دوت علشان ايه؟ هل انا بتعلم حاجة جديدة منه؟ هل هو بيحسسني ان انا احسن منهم؟ هل هو بيحسسني ان انا فاشلة ومحتاجة اشتغل اكتر؟ ايه هو احساسي towards الاكاونتس اللي انا عامله لها فولو؟ تاني حاجة عايزاكي تسأليها لنفسك، ان انتي بتحسي ايه towards البراند دي، البراند نفسها او الشخص نفسه. هل انا بحب الشخص ده؟ مش بحب الشخص ده؟ ولو الاجابة او لا، اسألي نفسك ليه. عايزاكي برضو تقارني نفسك، تقولي هل أنا مثل البراند دي؟
هل انا زي الشخص دوت ولا مش زيه؟ ولو ايه الحاجات اللي حلوة في الشخص ده؟ ولو لا، طيب انا ليه عاملة فولو للشخص ده؟ عايزاكي تسألي نفسك كمان ازاي الكونتنت بتاعتهم اللي هم بيعملوها اللي انتي بتتفرجي عليها 24 ساعة بتأثر عليكي. هل انا محتاجة مثلا ان انا بتفرج عليهم وبحس ان انا عندي اكتئاب شديد ومش قادرة، ولا انا بحس بايه؟ عارفة لما تنزلي بوست عندك على البيج وبعدها البوست دوت يقع، فانتي كنتي متوقعة ان هو هيوصل ل100,000 متابع، لقيتي ان هو وصل ل100 متابع، فانتي بيجيلك احباط كده شديد وتحسي ان انتي محبطة جدا، وبعدها بقى بيجيلك انكزايتي وتبقي حاسة انا مش فاهمة حاجة وانا مش عارفة ايه وانا متوترة وانا مش عارفة اعمل ايه كل الكلام الحلو الجميل ده بيكون اسمه prediction error. ان انتي بتبقي مخططة الحاجة ومتوقعة ان الحاجة ديت هتحصل، وبتلاقي ان الحاجة ديت ما بتحصلش، وده بيخلق عندك انكزايتي، بيخلق عندك ان انتي تبقي عندك انكزايتي شديدة، ان انتي حاسة ان انتي مش عارفة انتي بتعملي ايه، مقضية وقتك على السوشيال ميديا قاعدة بتتفرجي، انا مش عارفة انا بعمل ايه، انا مش عارفة انا بعمل ايه، انا بقى مش عارفة انا بعمل ايه. فاحنا محتاجين ان احنا نشيل الفاليو بتاعتنا، قيمتنا من السوشيال ميديا كمان. دي حاجة احنا مش عايزين احنا ننساها، ان مش معنى ان انا عندي فولورز كتير يبقى انا شخص قيم، وحد تاني ما عندوش فولورز كتير يبقى هو شخص فاشل. مفيش حاجة اسمها كده، ودي حاجة انت لازم تبقي عارفاها وتقوليها لنفسك لحد ما تؤمني بيها، ان مفيش حاجة اسمها ان شخص رائع وجميل عشان هو عنده فولورز كتير على السوشيال ميديا. فديت اول حاجة. في ثيري بقى في السايكولوجي بتقول ان احنا لما الطريقة اللي احنا بنحس بيها، يعني الطريقة اللي انت بتشوفي بيها نفسك هي الطريقة اللي انت بتتخيلي ان الناس شايفاكي بيها. يعني لو انا شايفة ان انا وحشة هبقى عارفة او هتخيل ان الناس شايفاني وحشة، وهكذا. وانا لما احب نفسي ويكون لي علاقة كويسة مع نفسي هلاقي ان انا علاقتي مع السوشيال ميديا كويسة. طيب ازاي بقى هتعملي كده؟ هتلاقي ان انت الناس كلها تقعد تقولك حب النفس مهم جدا، love yours, put yourself first. مش كل الكلام الحلو اللي بيقعدوا يحطوه. اوكي هنعمل كده ازاي؟ عشان تحبي حد لازم تعرفي الحد ده كويس. اعرفي نفسك انت مين. النهارده احنا كنا عندنا حد جديد، يعني موظفه جديده جايه عندنا في الشركه، فانا بقول لها عرفي نفسك. قعدت تتكلم على الاكسبيرينس بتاعتها والشغل بتاعها وان هي عملت وسوت وخلت كلام جميل جدا جدا جدا. وبعدها قلت لها اوكي حلو قوي، قولي لنا بقى انت مين، يعني بتعملي ايه بره الشغل، انت مين؟ وهي فضلت كده ساكته كده شويه، ما كانتش عارفه ان هي ترد. بعدها ابتدت ان هي تقول حاجات. فاحنا يعني حاجه كده رقم 1 لازم نبقى عارفينها، ان you are not your job. انت مش الشغل اللي انت بتشتغليه، انت قيمتك كإنسانة مش الشغل اللي انت بتشتغليه. دي حاجة مهمة جدا. ولما تبتدي ان انت تصدقي حاجة زي كده هتلاقي ان انت حتى لو البيزنس بتاعك انهار وفشل انت برضو تبقي كويسة، عشان البيزنس بتاعي دوت مش هو الحاجة اللي بتخليني إنسانة عندها قيمة. البيزنس بتاعي ده جزء من أجزاء حياتي، بعملها حاجة passionate عليها، بحبها وبكبرها جدا. لو فشلت عادي هاخد ستيب باك، هريح وارجع واعمل حاجة تانية، وهكذا. مش حياتي كلها متمحورة حوالين البيزنس بتاعي. علشان تعرفي نفسك انت محتاجة ان انت تعملي كذا حاجة. اول حاجة انت لازم تقعدي مع نفسك، تقعدي مع نفسك في هدوء، تقعدي مع نفسك مع افكارك. طبعا هتقولي لا انا افكاري وحشه، بقعد اوفر ثينك وبقعد مش عارفه ايه وبقعد مش عارفه ايه، علشان انت ما عندكيش حاجه تانية تفكري فيها غير المشاكل المعينه دي. فاحنا اول مره هنقعد فيها مع نفسنا هلاقي لا الدنيا وحشه جدا، انا مش انكزايتي وانا مش قادره تاني مره هتلاقي ان انت الوضع افضل، تالت مره هيبقى الوضع افضل. طيب اعمل ايه عشان اقعد مع نفسي؟ جيبي هوبي، ارسمي، اطبخي، اعملي اي هوبي انت شايفه، جربي حاجه جديده، اعملي هوبيز تقدري ان انت تستمتعي بيها. تاني حاجه اعملي اكتيفيتيز لنفسك، اخرجي، ومش لازم تخرجي مع حد، ممكن تخرجي لوحدك ما فيهاش اي حاجه. انا كساره بسافر لوحدي، لما الاقي نفسي مضغوطه بروح اسافر لوحدي وارجع تاني عادي، ما فيهاش حاجه. يو نيد تو ليرن ان انت تستمتعي بالكومباني بتاعتك، ان انت ما تكونيش محتاجه ان انت لازم يبقى طبعا لما يبقى حواليكي ناس لازم تنبسطي وكل ده، مش بقول لك تبقي متوحده يعني، بس انا بتكلم ان انت تكوني حواليكي ناس، دي حلوه. بس برضو اقدر ان انا اسافر وانبسط لوحدي، دي برضو حاجه تانية. حركي جسمك كده واعملي حتى لو اكسرسايز في البيت، تبقي قاعده بتعملي حاجه تحسسك باختلاف عن نمط الحياه، وحاجه تخليكي تسيبي الشغل عشان تعمليها. دي حاجه مهمه جدا. اتفرجي على تمثيليه يا شيخ، اي حاجه، بس اعملي حاجه بره الشغل بتاعك. واخر حاجه انا لقيتها بتفرق جدا 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 جدا، ان انت تطلعي بره وتشمي هواء نظيف بره البيت. ان احنا نفضل قاعدين في البيت طول النهار، حتى لو انت بتشتغلي مثلا ورايحه وجايه انت عايزه تطلعي بره، تقفي كده ناخد نفس، خدي نفس بشكل مايندفul، ان انا باخد دقيقه لنفسي، بقف وبسمع وبشوف انا عامله ايه.
هسيبك النهارده بالتودو ليست بتاعتنا زي كل مره. عايزاكي ان انت تعملي انفولو للاكونتس اللي بتديكي احاسيس مش كويسه، الاكونتس اللي بتدينا نيجاتيف ايموشنز، وعايزاكي تسالي نفسك انت ليه اصلا كنتي عامله فولو للاكونت ده. واخر حاجه عايزاكي تعمليها ان انت كل ما يجيلك فيدباك حلو من كلاينت، من صاحبتك، من اي حد، خدي سكرين شوت للفيدباك الحلو ده واعملي له سيف عندك في فولدر في الموبايل. وبعد كده لما تبقي قاعده في الدقيقه بتاعتك اللي بتقعدي فيها تاخدي نفسك دي، اقري الكلام ده، يديكي طاقه ايجابيه حلوه. عشان احنا اجان دي حاجه هتساعدك في السيلف وورث بتاعك، ان هي بتديكي ثقه في نفسك وفي الحاجه اللي انت بتعمليها في البيزنس بتاعك. I hope ان انت تكوني you enjoyed الابيسود دي. Thank you so much ان انت مكمله معانا لحد دلوقتي. I really appreciate it. هنبتدي ان شاء الله next week. هرجع تاني عادي خالص في الابيسودز بتاعتي، ما تقلقيش. فهتلاقيني لسه هبقى consistent عشان الاسبوع اللي فات ما نزلتش content، انا عارفه، انا اسفه. I will see you ان شاء الله next week. ما تنسيش ان انت تديني 5 stars في اي بودكاست بلاتفورم بتسمعيني فيها. قولي لي كمان رايك ايه الحاجه اللي انت بتعمليها بعد الشغل عشان تكون حاجه كده تديكي exercise كده وحاجه راحه بعد الشغل. I will see you ان شاء الله في الابيسود الجايه الثلاث الجاي ان شاء الله.